السلام عليكم. دائما ما نشوفوا سعادة الجزائريين هي سبب تعاسة العياشة، وحزن الجزائريين هو سبب سعادة العياشي. البارح لأول مرة في التاريخ شفنا الشعب الجزائري والشعب المروكي يخرجوا للاحتفال في يوم واحد، والأسباب تختلف. السبب اللي خلى الشعب الجزائري يخرج ليه هو عيد وطني، ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة أول نوفمبر. وشفنا الشعب الجزائري بملابس العيد اللي شراوها لنا جدودنا الشهداء ربي يرحمهم، لباس العز والكرامة ولباس السيادة. والعيد هذا اللي هو عيد وطني، يعني ماهوش عيد ديني تقدر تحتفل به بثبوت الهلال. العيد هذا تحتفل به بثبات الرجال. أما السبب اللي خلى المروكي يخرج للاحتفال اللي هو قرارات مجلس الأمن الوهمية، أبواق المخزن والإعلام المخزني اللي راكو دايرين التهليل يعني وتحتفلوا بالشيء اللي خلاكم تفرحوا هو استفزاز الجزائريين أكثر من الإنجازات الوهمية. فكرتوني بالآية الكريمة اللي تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان راه باين شكون. الأعمال اللي زينها لكم نعطيك البعض منها اللي هي كأس العالم والأمور هذه تاع الصحراء وهذا الإنجازات الوهمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع العبد العياشي. المروكي المغلوب على أمرك، على بالك واش راك تحتفل؟ راك تحتفل بتوفير الوطن البديل لأسيادك، وراك تحتفل بالديانة الأبراهامية، يعني باش ما تجيش تغفل روحك هنا وتقول اليوم الحسن الثاني غيرتاح في قبره. اليوم الحسن الثاني غيرتاح في قبره. الرخص والدل هذا اللي راك عايش فيه، لو كان رضات به الجزائر كدولة ولا كشعب ولا كحكومة، انت ما يبقى لكش البلاص كاع باش تجمع معاهم في الطابلة يتحاوروا معاك.